الأستاذ الساسي عابدي أحد الوجوه المعروفة لهنا في منطقة الأوراس بالبحث والاهتمام بالتاريخ، ولك برنامج إذاعي تشرفت أنا بالاستماع إليه في إذاعة الأوراس، عنوانه في مناوين نزروب تمناوين الأمثلة الشعبية والحكم. في مناوين الأمثلة الشعبية والحكم، وهو برنامج مهم ومفيد جدا للمستمع في منطقة الأوراس، وأنت أحد الباحثين في هذه المنطقة. ممكن تقدم لنا منطقة الأوراس كمنطقة مقاومة منذ فجر التاريخ إلى الثورة التحريرية وما بعدها؟ والله يا أستاذ سليمان والشعب الجزائري والمشاهدين كل، الحقيقة تاع الأوراس هو موضوع مهم وبالغ الأهمية وواسع ومتسع، لا يمكن أن تحتويه حصة ولا حصص، ولكن من حيث المفهوم البرنامج ووجوب تركيز نقول أن جغرافية الأوراس أوراسيين. هنالك الأوراس المتسع الجغرافي اللي يبدأ من تونس إلى غاية تبسس وقهراس، ثم امتدادا إلى قالمة واد زناتي وجنوب قسنطينة الخروب إلى غاية شلغوم العيد، ويمتد الخط إلى سيطيف، ثم يمتد جنوبا عبر باريكا واد سالسو إلى بسكرة ليحتوي منطقة الزاب الشرقي مرور بين قرين إلى غاية تونس. هذه المنطقة الجغرافية المتسعة للأوراس. فيها أوراسين يعني؟ هذا أوراس الجغرافي. لا هذا مازال الأوراس الجغرافي. أيوة. حسب جغرافية دوبوا، جغرافية دافريك دي نور. الأوراس الجبلي هو امتداد 150 كيلومتر في 90 كيلومتر، مما يجعل ما يسمى بالكتلة الجبلية الأوراسية. أيوة. وكان الاستعمار أراد أن يفصل بين باللازمة لوضعها في تبعية سيطيف ووضع الأوراس الجبلي منطقة الريج بالخصوص كمركزية أوراسية مقاومة منذ القرون الغابرة حتى يتمكن منها إقامة وسياجا وكسرا وتكسيرا وتحطيما. أيوة. لذا هذه المنطقة تمتد من خنشدة عبر قايس بولفرايس إلى غاية تنقاد، ثم لومباز بسكرة لمبريدي، ثم إلى عنتوتا القنطرة، وينصب الخط إلى بسكرة ليحتوي الخط الصحراوي بين سيدي عقبة إلى نقرين من جديد ليصعد على الشار محتويا هذه الكتلة الجبلية. إذا أوراسيين كجغرافيا. الأوراس الثقافي، الأوراس الثقافي يمتد على لغتين، لغة زناتة وهي لغة الأوراس الغربي. أيوة. يمتد من خنشلة إلى أم البواقي إلى غاية قسنطينة إلى كامل الغرب الأوراسي إلى غاية سيتيف. أيوة. ومدينة سيتيف ميشاوية ميكابيل، أمواتي شاوية أمواتي كابيل الأوريجين. أيوة. سين فيل كي كونتيان مدينة سيتيفيس اسمها ميشاوية ميكابيل سيتيفيس. أيوة. هذه مدينة فيها كتمة وصنهاجة وزناتة. هذه كلها قبائل أمازيغية. هي اللي يمكنها تكون عاصمة تحقيق الشمال الإفريقي ككل، وهذا ما أقترحه في برنامج شعوب شمال إفريقيا. أيوة. كفكر ثقافي احتوائي ربما سياسي اجتماعي. أيوة. أما قضية إذا الأوراس نكملوا اللغات. إذا اللغتين، هذه لغة والثانية مازال هذه اللغة زناتية. أيوة. لغة مزيغة. لغة أيوة. مزيغة هي ما يسمى بلغة النمامشة حاليا. أيوة. تمتد من القيروان داخل تونس إلى صفاقس لتحتوي جزء كبير من تونس، الجزء الجنوبي والوسطي والمركزي، ثم الجزء الشرقي للجزائر إلى غاية خنشلة وعين البيضاء. هذا المنطقة الشرقية للشرق الجزائري لغاية داخل تونس اسمها مزيغة. هذه لهجة مزيغة. لي دو غران بارلي فون لو شاوية. هذه اللهجتين الكبريين من 14 لهجة كبرى في الشمال الإفريقي يكونوا اللهجة الشوية لواحدة من عظماء اللهجات وهي زناتية الأصل. رايح ندير لهنا استطراد قصير في مسألة اللغة يا أستاذ، بالمناسبة راح نستغل ونستثمر فرصة وجودك. ما هو الفرق الآن بين هذه اللهجات اللي هي الشوية ثم بقية اللغات واللهجات الأخرى كما القبيلية المزابية والتارقية؟ يعني في اعتقادك، في تصورك كمهتم بالتاريخ، ما هي الفروق الموجودة بين المزابية التارقية والشوية؟ ساتي الفروق لغوية، ولكن قبل الفروق اللغوية يجب أن نتناولها تاريخيا من حيث المرجعية. كتب جيبا دو أيوب الثاني وهو عالم الموسوعي الروماني الذي لم نجد إليه طريقا ولا من يكون في منصبه ومسؤوليته وكفاءاته العلمية في سنة 7 ميلادي إلى غاية 23 ميلادي، حينما كان علينا وحكم من 23 قبل الميلاد إلى 24 بعد الميلاد. أيوة. كان عالم موسوعي ودرس 17 سنة في ميلانو وألف في 17 بحر. هذا يوبا ولا يوبا الثاني، ومن ضمنها هو أمازيغي. هو يوبا الأمازيغي، هو ابن أيوب الأول وهو أوراسي. أيوة. وتوفي أباه اللي هو أيوب الأول في معركة تبسوس، ومنه انحدرت قبيلة ولاد أيوب في الأوراس. أيوة. هو أصله أوراسي من قبل ولاد أيوب، انتقل ونقل شعبه منطقتنا هذه ولاد أيوب تاع سيدي مسعود، ونقل من أحمر خدو جميع قبائله إلى، وثبت أركيولوجيا باللي وزع لهم الفلاحة والأراضي في تيبازا، وما زالت مكتوبة هذه القبائل وموجود هذاك السند الفلاحي الاستصلاحي لقبيل. هذا النقطة رانا رايحين للحقيقة اللغوية. حينما ذهب إلى جزر الكناري وألف على حقيقة الأمازيغية في الكناري، وقال بالكلمة بالتعبيرية، لا أقول باللفظ الواحد ولكن تقريب بهذا المعنى، أن
جميع لهجات الشمال الإفريقي وأكلاته وعاداته وتقاليده ولباسه وأوانيه وعماراته ما هي إلا أشكال متنوعة ذات أصل واحد أمازيغي. هذا في القرن الأول ميلادي. وجاء القرن الرابع بنهاية الرابع عند سانت أوغسطين، وألف سانت أوغسطين كما ألف في المنطق لي كونفيسيون 150 ليفر كذا، ألف حتى في الجانب لا فونكسيون طون. هذه لازم يعرف الجزائريين أن أول من كتب في لا فونكسيون طون في الفيزياء هو هذا سانت أوغسطين. واليوم راهي في امريكا دراسات قيمه 500 موضوع، طبعا كان هنا في ندوروش 500 تام توضع على سانت أوغسطين سنويا في اوروبا وامريكا، واحنا مازال ما عندناش بحث فيها، لهذا نطلبوا البحث في الامر. هذا الانسان كذلك بحث في الامازيغيه وقال العادات والتقاليد والاكلات مشتركه كلها مشتركه ذات اصل امازيغي واحد. هذا من جانب التاريخ. نرجع للجانب الحقيقي الحالي. اللغه لا تختلف الا في بعض المفاهيم التفصيليه اللي هي النحو والصرف. حينما نقول نتش كتش، هذه اللغه نتش جات من اللهجه الامازيغيه الاولى اللي هي زناتيه، وزناتيه هذه الاولى تمتد الى لغه ثاشلويث، فيها ثشويث ثشلوحيث، كل اللي فيها شاء هي اصلها من الاطلس الصحراوي. واللي اكا امتداد الاطلس التلي هي اكابيب لهجه اخرى منها القبائليه المتبقات. بينما الشناوه هي بقيه من لهجه اوراسيه. اذا عندنا اللهجه الثالثه اللي هي طماهاك اللي انحدرت منها 7 لهجات ترقيه حاليا مختلطه مع اللغه الساحليه اللي ولات افريقيه. نعم، لا ما زالت تحتوي المفهوم الامازيغي عبر 6 دول، وهذه اللهجات الامازيغيه ال7 في لغه طماهاك. طيب يا لهجه كبرى تمتد الى لغه الاصل. اشا كي نقول له احنا نتش شك، نتش شك كي نقول له نتش يولي مباشره ادمينستري، يعني حينما نخاطب نقول له شك اشا نتش، يولي الشين هذا ينتقل الى شك، اشوثغ اشرزغ اشنغ. في القبائليه نك يولي اكوثغ اكنغ اكرزغ. هذه اللي نديرها كيف لا ديستاكسيون انتر لو شاوي مساله قواعد. النقطه الثانيه في لا نيغاسيون، ودشي غاره ودسوي غاره وناد غاره دون لو شاوي ستان سوفيكس راتاشي.